مؤتمر القلة المندسة ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيبه. شكرا لصورة مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل. احنا بنقول ان هم بيقولوا ان مصر بتتقدم بيهم، انا بقول ان مصر بتتاخر، والدليل على ذلك ما يحدث في المجتمع المصري. يعني السيد امين الحزب الوطني بيقول انه الحركات الاحتجاجيه دي فقاعات سياسيه. فانا عايز اقول له يعني اللي حصل في محل فقاعات سياسيه واللي حصل في الاطباء وفي المعلمين وفي الدمياط دي كلها فقاعات سياسيه، هذا كلام ما يصحش يتقال لانه بيقلل من قيمه الطرف المعارض، ودي طبعا مساله مش مظبوطه. انا عايز اقول انه لو هم فعلا كانوا انجزوا كنا اتكلمنا على ما تم في التعليم. يعني لو احنا بقى عايزين نتكلم على هذا، ولذلك احنا عاملين مؤتمر اسمه مؤتمر السياسات او لجنه السياسات البديله، بنتكلم فيها على هم حققوا ايه واحنا شايفينه ايه، وهنوريهم بالبيانات وبالدليل وبالوقائع وبناس دارسين وجايبين من مصادرهم هم الى اي مدى هم ما عملوش اي حاجه، واحنا بنقول لهم المفروض يعملوا كده عشان يتقدموا. هذا هو المفروض في المرحله القادمه، انه يعني الشك والاتهام كده ده ما عادش موجود. احنا دلوقتي بنتكلم من خلال وثائق محترمه وناس اكاديميين محترمين وباحثين جيدين يقولوا رايهم فيما يفعل الحزب الوطني في مصر. مؤتمر القلة المندسة ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيبه. شكرا لصورة مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل.